ماتش بيراميدز والزمالك، الماتش اللي كان هربان من الدوري الانجليزي. انا فرحان فشخ ان انا كنت واحد من الجماهير اللي حضرت الماتش في الاستاد. انا ممتن للزمالك باي لحظه سعيده هو عيشالي، والله العظيم بجد. يعني انا مش عارف من غير الزمالك من اللحظات دي والاثاره والتشويق ده انا كان هيبقى السسبنس في حياتي هيبقى عامل ازاي. فالحمد لله. يعني انا هتكلم عن الماتش دلوقتي، هفصصه من حيث 4-5 عناصر كده. بس قبل اي حاجه يعني اضرب اللايك لما التيم بتاعك، اعمل سبسكرايب في القناه وظبط الكلام كده، ويلا بينا نبدا. من ضمن النقط اللي هتكلم فيها في الماتش محمد عواد الحمد لله ان هو اللي مصعدنا امبارح، بس ستيل هو لسه عنده اخطاء. هو حارس حلو وعنده امكانيات حلوه قوي، محمد عواد عنده امكانيات حلوه والله العظيم واحلى من صبحي بكتير، بس هو اللي مصعدنا امبارح وفي نفس الوقت هو عنده اخطاء. الثلاث تجوان اللي دخلوا امبارح يسال فيهم مع الدفاع، يعني لو الدفاع يسال فيهم الدفاع على بعضه بنسبه 20%، عواد يتحمل الباقي. عواد النسبه الاكبر، هو اصلا اعترف بكده، هو طلع قال لك انا عندي اخطاء وانا الاجوان دي منني، والحمد لله ان انا صعدت زمايلي في ضربات الجزاء. فكويس ان هو عارف ان التلات اجوان منه وعارف ان هو مستوى وحش، ده هيساعده، ده عرف مشكله نفسه، تساعده ان هو يصلح من نفسه، اللي هو يشتغل اكتر ويدوس اكتر. طب ازاي بقى يصلح من نفسه؟ اول حاجه المجلس الجديد لازم يجيبها مع الجهاز الفني الجديد اللي هيجي، يجيب مدرب حراس مرمى اجنبي. محمد عبد المنصف ده مش مدرب حراس مرمى، ده اول ما اعتزل مسك مع الاسماعيلي، ساب الاسماعيلي قام جاي الزمالك، ولا هو عنده خبرات ولا هو اشتغلها قبل كده، يعني هو جه من الدار للنار. ده مش مدرب حراس مرمى يدرب حراس مرمى من اكبر النوادي في افريقيا، اكبر نادي في افريقيا. انا بالنسبه لي النادي العظيم ده اكبر نادي في افريقيا، فما ينفعش محمد عبد المنصف هو اللي يكون مدرب حراس المرمى. عنده اخطاء قوي، يعني التايمنج بتاع عواد مضروب وبيقف بعد الخط ورا الجون. هو الريفليكشن بتاعه جامد قوي، عواد الريفليكشن بتاعه جامد فشخ، وهو عنده امكانيات تخليه من اقوى حراس الدوري المصري والله، ويزاحم الشناوي في منتخب مصر عادي. بس عايز مدرب حراس مرمى حلو، مدرب حراس مرمى اجنبي. يعني فاكر كان في مدرب حراس مرمى مع جروس كان مخلي جنش حته حارس، انا نفسي ده يجي تاني، نفسي، بس صعبه هيجي ازاي بقى. وبرضه عواد من ضمن الحاجه اللي مشكلتي معاه الاستمراريه، ما عندوش استمراريه، بيلعب ماتش خمس ماتشات و10 لا. الموسم بتاع فرقه اللي خدنا فيه الدوري اللي قبل اللي فات، انا فاكر ان هو كان لعب اخر 15 ماتش ده كان جايب فورمه جامده قوي، جامده موت. انا فاكر له ماتش المحله، في المحله ده كان صدي يجي 500 كوره وكلهم اجوان يعني. فانا نفسي افهم انت ليه ما تستمرش على نفس المستوى ده، ليه بتلعب ماتش و5؟ ده برضه لها عامل ان هو بيقعد دكه ساعات وبرضه ما بيشتغلش حلو في التمرين، ان هو مثلا لو قاعد دكه ما بيدوسش على نفسه. لا، انا عايزك انت ان شاء الله انت هتكون حارس الزمالك، والله عندك الكواليتي، امكانيات حلوه قوي، انا عارف ان انت عندك، بس خليني بقى اثق فيك الماتشات الكبيره اطمن. فانت اشتغل اكتر واتعب اكتر، وعايز مدرب حراس مرمى اجنبي هيخليك توب ان شاء الله. يعني الحمد لله ان عواد هو اللي صعدنا امبارح. ليه انا بقول الحمد لله؟ يعني انا شايف ان الاجوان منه والحمد لله ان هو اللي صعدنا. طب يا عم واحد يقول لي طب ارسلك على الحل، لان ده هتبقى عامل حلو له قوي، وده عامل يعني هتديله ثقه في نفسه وعامل نفس حلو، وهتبقى عامل مساعد ان هو يشتغل اكتر بقى، ان انت رغم اللي جم منك انت اللي مصعدنا، فدي هتديله ثقه في نفسه بقى، ان هو لا، ان هو عارف حارس حلو، فباذن الله يشتغل اكتر واكتر ويصلح من اخطائه وهيبقى في حته ثانيه يعني باذن الله. النقطه الثانيه بقى اللي هتكلم عليها هو نضاي. المحترفين بتوع الزمالك كلهم هبل. انا برضو المسلوسي برضو انا عندي له مشاكل، بس سيبه دلوقتي عشان الانقاذ اللي عمله امبارح دوت فخليه على جنب دلوقتي. نضاي ده بقى يعني الطبيعي والمفروض اعمل 1 2 مع صاحبي او زميلي، انا اديله ال1 اجري له افتح له مساحه عشان يلعب لي ال2. لا، هو نضاي بيقف بقى يدي لزيزو ال1 ده واقف جنب زيزو. طب يا ابني هيرجعها لك تاني، يبقى ايه الفايده من ميتين الباص؟ ايه الفايده؟ ما تجري له، اقطع يا عم، اعمل الاوفرلاب، اعمل اي حاجه، ما تقفش جنب اللاعب. انت بتجري، انت بتتكعبل في الكوره، انت بتجري موت في الملعب بس على الفاضي، انت مش محترف، انت مش لاعب اصلا. انا بالنسبه لي كان اسوأ لاعب في الماتش امبارح نضال. كنت عايز افهم القرارات اللي هو بياخدها في الملعب، انا ما كنتش فاهم اي حاجه. يعني انا لو كان حد سابني عليه في الاستاد انا وهو كنت هطلع ميتين، كنت هموته والله. نرفزني فشخ امبارح وانا قاعد بتفرج عليه. فبس هو يعني ابراهيم نضاي ده انا مش فاهمه، انا ما اعرفش اي قرار بياخده في الملعب بيكون بيفكر في ايه. النقطه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها هو حسام عبد المجيد. الناس مصر كلها عارفه ان انت مدافع حلو في الالعاب الهوائيه عظيم، البيلد اب بتاعك زي الزفت وتمركزاتك زي الخرا، معلش يعني انت مدافع في البيلد اب ميح،
ما بتعرفش تطلع بالكوره. فمش كل ماتش تعمل لي باص عايز تضرب لي خط بيراميدز اللي زيزو واقف في العمق، فتقوم رايح باله فتتقطع منك وتروح مرتد علينا. انت ما بتعرفش تعملها، فمش كل ماتش تعملها وتغلط فيها. يا عم اتعلم وبعد كده اعملها. ربك بيسترها في اول مره، المره الثانيه مش هيسترها. فمش كل ماتش يا عم انت بتنرفز ما يتهن، وانت مركزتك زي الزفت، انت مركزتك وحش قوي. الواد الافريقي بتاع بيراميدز ده مايلي ده كان هيموتك امبارح انت محمود علاء. ده سيبك حسين محمود علاء دلوقتي، انما حسام عبد المجيد والله العظيم بجد لازما مدافع يصحح له التمركزات بتاعته. تمركزاته زي مع وحش قوي. هو مدافع حلو في الالعاب الهوائيه فقط. تفريرة كان بيصلح منه بانه بيلعب جنب مدافع بيشيل من عليه اللي هو الونش، ربنا يرجعه بالسلام. كان الونش والمسلوس، الونش كان بيشيل من عبد المجيد. حاليا لما الونش اتصاب خط الدفاع كله انكشف. المدرب اللي هيجي ده هيكون عنده حوارات كتير قوي في الدفاع. خط دفاع الزمالك ملط، اي كره بتروح عليه بتخش جوه. يعني والله العظيم المدرب اللي هيجي ربنا يكون في عونه، يحتاج شهر على ما يصلح وقف الدفاع ده. امبارح احنا كنا بنقف كده، بنقف بالترتيب كده، المفروض نقف على خط واحد لو هنلعب بقى دفاع متقدم عشان الاوفسايد او هنلعب زون ديفنس اللي هو يعني هنتكتل كلنا ورا. لا كنا بنقف كده، فاي وقفات خالص. فالدفاع المدرب اللي هيجي عنده كلام كتير قوي مع الدفاع الزمالك على باب الله. ده الحمد لله ان الماتش بتاع الاهلي النهائي يكون لسه قدامه 3 شهور تقريبا، الحمد لله. هو طبعا حاجه وحشه في ان هو كاس 22 هيتلعب في 24، بس انا فرحان فشخ لان الزمالك هيدعم بقى، الزمالك هيجيب مدرب وهيجيب صفقات ان شاء الله يعني. فده الحاجه اللي مفرحاني، انما لو كنا لعبناهم دلوقتي كنا هنشيل خرا. فالحمد لله. دي كده اتكلمنا على 3 نقط اللي هو محمد عواد وابراهيم الرضيع وحسام عبد المجيد. النقطه الرابعه اللي عايز اتكلم عليها هو العامل النفسي بتاع جمهور الزمالك. اقسم بالله جمهور الزمالك ده يهز الصخر. انا كنت امبارح مع الجماهير في المدرجات، والله العظيم كنت بلعب لا كنت اكل النجيله. حرفيا ما فيش حد رجع اللعبه دي غير الجمهور ما بطلش هتاف. انا راجع صوتي منبوح والله العظيم. الجمهور ما بطل هتاف من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. اللي جاب المكسب الجمهور مش اللعيبه ستيل ان هي وحشه. اقسم بالله الجمهور ده عامل نفسي رهيب مع يا بخت اي فرقه لا جمهور، ويا بخت الزمالك الجمهور بتاعه. جمهور الزمالك ده حاجه تانية والله العظيم، حاجه تانية. احنا ما بنبطلش هتاف. اخر كل شوط الزمالك كان الريتم بتاعه المفروض بقى يوطى خلاص، انت بتشجع من اول دقيقه. لا بالعكس، ده كان كل الصوت بيعلى. فجمهور الزمالك ده حاجه من وحي الخيال والله. انا بحمد ربنا ان انا عشت الاجواء دي امبارح في الاستاد والله. انا ما كنتش احجز، فالحمد لله ان انا حجزت يعني. والحمد لله ان احنا جمهور للفرقه دي. اقسم بالله اللعيبه دي المفروض تحمد ربنا ان احنا الجمهور بتاعها. يعني احنا ما بنشبعش، ما بنستسلمش. العامل النفسي بتاع جمهور الزمالك ده كبير قوي، كبير ممكن يرجع الزمالك في اي فرقه، في اي ماتش. يعني اقصد في اي ماتش الزمالك خسران، جمهور الزمالك ده ممكن يرجعه. لو هو خسران ايه والله العظيم جمهور الزمالك ده يتشال فوق الراس. بالنسبه لي برضو من افضل اللعيبه في الماتش دونجا وسيد نيمار. الاثنين دول بذلوا مجهود، اقسم بالله مجهود جبار وخرافي في الملعب امبارح. الاثنين اتبدلوا بشد عضلي، لان بجد هم يعني بذلوا مجهود امبارح في الماتش جامد قوي. فالاثنين دول بجد لو انا اختار مثلا من الماتش كذا لاعب من الزمالك اختار سيد نيمار ودونجا. انا عارف ان زيزو لعيب اسطوري، بس انا كنت متضايق منه عشان الشوط الاول كان ممكن هو يخلينا نتقدم على بيراميدز. والله مضيع 3 كور بسبب الفينش بتاعه. لما بقى يحطها عاليه يا اما يحطها بره. فانت ركز يا اسطى، انت لعيب اسطوري. مش هتكلم على زيزو يعني، انت فاهم. بس ما تستعجلش في الكوره، اهدى كده وتأني في الكوره وانت بتشوط وانت بتفنش الهاجم. فبس هو ده اللي ما خلينيش اختاره ان هو يكون من اللعيبه اللي كانت بارزه في الماتش. لا هو لعيب اسطوري مش هتكلم عليه، بس الماتش ده كان يعني انا عشان هو بقى لعيب اسطوري فانا هعاتبه على اقل حاجه. انما انت عارف ده لو لعب اي كلام والله ما كنت هزعل منه، كنت ولا عادي ما كان مش حلو. انما زيزو ده لعيب اسطوري، فالمفروض كل كره بقى تبقى انت حاسبها. فبس يعني فده اللي خلاني ما اختارش زيزو من ضمن اللعيبه اللي كانت بارزه قوي في الماتش. انا بالنسبه لي كان دونجا وسيد نيمار. يعني انا كان نفسي اشوف المجلس ده في الزمالك من ساعه ما شجعت الزمالك والله العظيم. كان نفسي اشوف المجلس ده حقيقي، المجلس اللي خايف على مصلحه الزمالك، المجلس اللي بيعمل كل حاجه لهدف واحد ارضاء الجماهير دي كلها. انا منتظر من حسابي في يناير بقى ان انا اسرح اللعيبه البايظه دي كلها. انا مش عايز المكسب ده يغطي على حاجات وحشه، لا ستيل في لعيبه بايظه في الفريق، ستيل الاجانب كلهم بايظه. لسه في لعيبه عايزه تمشي ولاعيبه وحشه ولاعيبه، بس المكسب بيغطي على اي حاجه. بس انا مش عايز ده، لا يغطي للاعلام، يغطي للناس دي كلها. انما احنا جمهور للنادي لا ما يغطيش لنا حاجه، ما يغطيش لنا عيوب الفريق. في انت ما شاء الله النهارده عينت بقى سكاوتنج عشان يجيب اللعيبه، وعينت اناليسيز بتاع للتحليل. فده قشطه فشخ بقى، تشوف تقعد مع نهايه الموسم تشوف اللعيبه اللي بتفتش الفريق ومشيهم.
مفيش مشكله، الاجانب كلها بايظه. سامسون ده برضه وقع يمشي، ابراهيم رضاهي يمشي، في لعيبه بايظه المفروض تمشي، وستيل احنا لسه ناقصين قوي وعايزين تدعيمات في يناير، وعايزين شغل تاني كتير قوي في الدفاع ومحمد عواد. فبس الحمد لله ان المكسب، يعني المكسب حلو والفرحه لها طعم تاني. بس زي ما قلت في عيوب وفي اخطاء مش هنتغاضى عنها ولازم نتخلص منها. بس يعني كده بس الحمد لله على المكسب، وان شاء الله الكسبه من نصيبنا واحنا اللي هنجيبه. وبس كده، السلام عليكم.